السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم معايا في قناتكم الوجديه اماسيم، ومرحبا بكم معايا كذلك فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض البيصر او البيصاره بواحد الطريقه اللي زوينه سهله وسريعه بزاف، وكتجي البنات لذيذه والله حتى كتجي لذيذه. بالنسبه للوقيته البرد بنادم كيبغيها للفطور وحتى في العشاء لمالا، وحتى في الصيف كاين الناس اللي كيقدروا ياكلوها. المهم تبعوا معايا الطريقه غادي نحضرها اليوم بواحد الطريقه سهله ماهله وكتجي واعره. انايا بصراحه ما كنكثرش فيها الفول، كنكثر فيها الجلبانه، كتجي زوينه بزاف وما كتضرش ما كتنفخش. بالنسبه حتى الناس اللي فيهم المصران وكينفخهم الفول، هاد الطريقه هذه مزيانه ليهم بزاف. المهم الجلبانه تكون اكثر من الفول. كتشوفوا معايا الجلبانه شحال راني دايره، راه تقريبا شي 9 كيلو، وهنايا غير شي 100 غرام ديال الفول. المهم هنايا درتهم بعد ما نقيتهم بطبيعه الحال، غادي نغسلهم مزيان، ندير لهم الماء بارد ونغسلهم مزيان. ومن بعد ما غسلتهم درت ليهم الماء هنا ودرتهم فوق البوطه، ضفت ليهم هنايا واحد تقريبا 2 معالق كبار ديال الزيت، زيت الزيتون، وهنايا نص معلقه ديال الكمون. عرفتوا البنات، هاد البيصاره هذه غير جربوها وردوا عليها الخبار. عندي هنايا الثومه، يعني ما تحتاجوش تحكوها ولا تقطعوها ولا غير هكا، كلشي غادي تطحن، والملح على حسب الذوق. هنا انا ما كنبلعش عليها، كنخليها على نار مهيله. المهم في الاول كنجهد عليها النار، وملي تغلي نقص عليها ونخليها طيب على خاطرها. هنايا راها من بعد ما طابت، شوفوا معايا البنات، هرات هانتم، يعني بلا ما بلعتش عليها كاع الكوكوت، غير نقصت عليها ودرت عليها ديك المعلقه د العود وخليتها طابت على خاطرها. درك هنايا غادي نطحنها بالميكسور، نطحنها مزيان. الا مهم الا حتى عندكم مولينكس تقدروا تطحنوها بمولينكس، غير هي الا ما عندكوش الكاس ديال الزاج اللي يتحمل سخونيه خليوها تتبرد. لاول مره كتشاهد القناه ديالي ومازال ما تابوناش، كنقول لك مرحبا بك معنا، تابوناي وفعلي زر الجرس باش هكا توصلوا بكل جديد من وصفاتنا المتنوعه ومجربه. وكذلك الناس اللي مشتركين ما تبخلوش عليا باللايك ولي كومونتير ديالكم، حقا كيفرحني وكيشجعني بزاف. المهم هنايا خاصكم طحنوها مزيان، ما تبقاش فيها ديك الجلبانه ولا حتى داك الفول، واخا هو راه هرايك ما شفتوا معايا طابت مزيان هرات. المهم بعد ما طحنتها شعلت عليها البوطه، وشوفوها البنات غير هكا بالمغرفه، ولا حنا نقولوا السقايه هذه نقولوا لها السقايه. المهم بقاو تشوفوا الا جاتكم ثقيله زيدوا لها الماء ويكون سخون. انا هنا جاتني بانت لي ثقيله، زدت ليها الماء وصافي. غادي نخليها هنا تغلى مزيان، يعني هذه باش طيب مزيان ما توجعكمش. راه شحال من مره الواحد كياكل شي بصاره هكا في شي قنت وكتوجعو كرشو لانها ما كيطيبوهاش مزيان. هنايا عطيوها حقها في الطياب، خليوها حتى دير ديك الكشكوشه مزيان تبقبق كيما نقولوا تبقبق. هانتوما شفتوا معايا خاصها تبقبيقه بحال هكا، خلطوا مزيان من التحت باش ما تلصق لكمش وهكذا. وشوفوا القوام ديالها هو هذا. انا كنطيبها مزيان، انا كنخاف منها ومن الحريره. المهم من بعد ما طابت ها هي، هذا هو الشكل ديالها. درتها في زليفه، خويت عليها الكمون، خويت عليها الزيت البلديه، وحتى كندير حتى الحار، غير هنا نسيتو ديك الحار بودر، حنا نقولوا سفافيندا. وهذه هي البصاره ديالنا اليوم، نتمنى انها تعجبكم وانا متاكده غادي تعجبكم اكيد. غير جربوها ولا جربتها تجي في لي كومونتير وتقول لي كيفاش جاتها. خليتكم على خير حتى الفيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.